السلام عليكم، تنتمنى تكونوا مزيان ان شاء الله يا ربي. مهم اليوم غادي نوجد معكم واحد المسمن معمر وخاوي. هذا غادي نوجدو معكم في فيديو اخر ان شاء الله. هذا كانوا عندي شي ناس ودرتو بوحدو، وهذا لينا حنايا كنت درتو في العشيه. انا كنت درت ديالنا حنا بالقمح عادي، القمح الكامل، ودرتهم يعني ديال الدار، ديال الماكله ديال الدار. اما فاش يكون جاي عندك شي حد راه تديري شي حاجه اللي زعما ماشي بحال ديال الدار، هي ديال الدار ولكن شي حاجه مزيانه بزاف. المهم غادي نبداو على بركه الله. نتمنى تكونوا مزيان ان شاء الله يا ربي. عندي اليوم مسمن ديال الفران اللي تيجي زوين، تيجي مقرمل، تيجي رائع. غادي نديرو بالقمح ديال الدار، القمح ديال الطاحونه اللي تنديرو بديك الحمراء ديالو، تنغربلو غير في الغربال ديال السلك الغليظ. هو فاش تنغربل. عندي هنايا نص كيلو ديال القمح ديال الطاحونه، وعندي كيلو ديال الفورص. غادي ندير ليهم غير الملحه بوحدها، ما غادي ندير حتى حاجه معاهم، ملحه فقط. غادي نعجن هاد العجينه بالماء دافي شويه حيت دابا البرد، وغادي نخليها ترتاح، وغادي ندوز معكم للحشوه. صافي كما قلت لكم غير القمح صافي والفورص. القمح ديال الدار راه تيجي في المسمن رائع، تيجي زوين. صافي وغادي نبدا نعجن فيهم. ما قلت لكم غادي نعجنها ونخليها ترتاح عاد نمشي نصايب الحشو. ما تجريوها بزاف وما تجيش قاصحه، المهم تجي شويه مطلوقه باش يجي زوين ويجي رطب. ما تقصحوش العجينه بزاف. صافي كما قلت لكم تكون العجينه هكا، يعني معجونه مزيان، ما رطبه ما قاصحه، على هذا الشكل. الزعالي على هذا الشكل هكا. ها غادي نديرها في بلاستيكه وغادي نخليها ترتاح مزيان. كما تنوصيكم دائما، قد ما ارتاحت العجينه قد ما احسن، لا ديال الحلوه لا ديال المسمن لا ديال كلشي. نبداو في الحشوه. عندنا واحد 3 د الفلفلات مغسولين ومحيده لهم الزريعه باش نقطعوهم مربعات صغيره. عندي 3 د البصلات غادي نقطعهم تما مربعات صغيره. عندي خيزو اللي غادي ندوجو في الهاشوار، حيدت ليه القلب ديالو، غادي ندوجو في الهاشوار. عندي واحد 2 قرعات خضرين، جوجات وما غنحكهم، لان الا دوزت القرعه في الهاشوار تطلق الماء. خيزو ما تنطلقش الماء. وفلفله خاصه نقطعها مربعات صغيره. وعندي هنا واحد الربيطه ما بين المعدنوس والقزبر. عندي هنايا المسمن ديالي اللي درتو تيرتاح من بعد ما ارتاح المره الاولى. ها هو صافي درتهم خبزات وارتاحوا. هاد اللي عامرين رانا درتهم كبار فيهم 400 غرام، وهاد اللي غادي يكون خاوي فيه 300 غرام. المهم ماشي مشكل، تعبروا غير عينيكم ميزان. غير انا وليت دابا مع الخدمه العبار وصافي. عندي هنايا الزيت الروميه باش غادي نخبز، باش غادي نجمع المسمن ديالي. هادو راه نقطعهم كما قلت لكم، هادو غنقطعهم مربعات صغيره. البصله والفلفله غادي نقطعهم مربعات صغار، وخيزو غندوجو في الهاشوار. والقرعه غادي نحكوها في الحكاكه الطويله ديال الفرماج. صافي غادي نشحرهم في الملحه والبزار، وغادي ندير معاهم شويه ديال التحميره في الاخر حتى تيطيبوا. عاد غادي ندير شويه ديال التحميره في الاخر. وهاد التحميره هادي درت واحد المعلقه هنا ديال التحميره، غادي نزيد فيها شويه الزيت. هذه البنات انا تنديرها ملي تنبغي نبدا، ولكن انا راه تنديرها هكا باش يكون عندي الخبيز. تنديرها في واحد القريعه زكاعد صافي، وغادي نخلطها هكا باش هاد الزيت غادي تولي حمراء. هي باش غادي ندهن المسمن ديالي باش يجي اللون ديالو زوين. ولكن انا غادي نخلطها دابا هكا. منين غادي تطلق مزيان غادي نخلي ديك التحميره حتى تنزل لتحت مزيان، وغادي نصفي غير الزويته. انا ديك التحميره ما غاديش نحتاجها باش ما تحرقلياش المسمن. صافي الفلفله غادي نديرو ليها هكا على الطول على هاد الطريقه. الله هكا اسكتي علي، خلينا تنصوروا دابا هكا. غنساليو هكا
صافي هزها على شويه الفوق. صافي غادي نمشي انا على هاد الطريقه بالفلفله على الطول باش تجينا مربعات رقيقه وتتجينا هي هذيك. صافي غادي نمشي بحال هكا باش نوري لكم بهذه الطريقه. هاك غادي نقطعها رقيقه. اليوم عالي راه ما قاريش حيتاش حابسين القرايه على حساب الشتاء. خير هذا العام الحمد لله. صافي غنمشي على هكا. والبصله حتى هي مربعات صغيره. صافي هنايا القرعه كما قلت لكم انا حكيتها الحكاكه الطويله باش تعطيها هذا الحجم هذا هكا باش هي حتى تميه. صافي البصله قطعتها مربعات صغيره. خيزو انا دوجته في الهاشوار خلاص خيزو تيدير في الهاشوار تيولي بحال كسكسو. فلفله مربعات صغيره لوحو كلشي. عندي هنايا نص كاس ديال الزيت ديال العنبه ما تفوتوش نص كاس لان راه عندي هنايا الكميه بحال عندي 1 كيلو ونص هنا ديال الخضره مقطعه ما بين البصله ما بين خيزو القرعه الفلفله. غادي ندير الملحه 1 المعلقه صغيره ديال الملحه ومعلقه صغيره ديال الابزار. ما غاديش نفوت هذا القوام. اي حشوه بغيتوها تجي زوينه بنينه ناجحه 100% الملحه والابزار والزيت هي فاش تشحر. ما ديروا خرقوم ما ديروا سكينجبير ما ديروا حتى حاجه. اي حشوه لا البيتزات لا الحشوه ديال العماره ديال الورقات البسطيله لا المسمن. هذه هي القوام هذو هما التوابل حتى الاخر ان شاء الله. فاش غادي تقرب الطيب صافي كلشي الخضره غطيح كامله. غادي ندير ليها 1 المعلقه صغيره ديال التحميره غير على اللون. التحميره راه ما تزيد لا مذاق لا حتى حاجه تعطي غير اللون. اللي باغي الهريسه يزيد الهريسه في الاخر حتى تطفيو البنات عاد يزيدوا الهريسه في الاخر. القزبر انا قطعته حتى تنطفي عاد تندير داك القزبر داك الخليط ما بين شويه القزبر وشويه معدنوش. هاد الحشوه غادي تبقى تشحر حتى تطيح مزيان. وخليكم معايا. صافي شدوا عليها بشي حاجه هاك واخا يبان لكم اللون ابيض ولا شي حاجه خليوها غادي اللون غادي يتقاد راسو ما حتى تشحر واللون غادي تعطي اللون ديالها. اللي بغى الحشوه تيجيو بنان قلت لكم الملحه بزار الزيت فقط. صافي غادي نغطي عليها نخليها طيب. البوطه راها مجهده مزيان البوطه خاصها تكون مجهده باش الخضره ديالنا ما تطلقش الماء. صافي انا غنمشي دابا باش نلوي المسمن ديالي باش نوجدوا الحشوه. صافي كتولي على هذا الشكل. صافي يعني راه طاب. غادي نحيد ديك الغلاقه حيدتها راها صافي. باش غادي ندير هذاك البخار ديال الكاميرا. صافي باش غادي نطفي دابا غادي ندير هذاك الربيع زوين. الربيع يبقى خضر وزوين فيها. صافي وغادي ندير هذيك المعلقه اللي قلت لكم ديال التحميره غير باش تعطيني غير اللون على اللون. صافي غادي نخليها دابا حتى تبرد مزيان. ما نديروهاش في العجينه سخونه باش ما تقطعش. انا درناها في العجينه سخونه غادي تقطع. انا على ما نلوي هاد الخاويات على ما نلوي الخاوي غادي تكون الحشوه ديالي بردات. هنا باش غادي نلوي انا ديك الحشوه راه هذيك الخليط باش تندير المسمن خاوي راه ديما تنديرو معكم. انا دايره معكم في واحد الفيديو. درت هنايا الزبده وغادي ندير القمح. جهد 1 نص كاس ديال القمح. صافي غادي نزيد عليه 1 شويه ديال الزيت. هذا هو باش غادي نورق المسمن ديالي. اللي ما بغاش الزبده وما تياكلش الزبده ما يديرهاش يدير غير الزيت والقمح. وغادي نزيد 1 الخماره حمراء ديال الحلوه. صافي كما قلت لكم غادي نزيد هاد الخماره ديال الحلوه. صافي وغادي نخلط هاد الخليط مزيان. غير القمح عادي ديال الدار نيت باش عجنت والزبده شويه الزيت. اللي ما بغاش يدير الزبده ما يديرهاش. اللي بغى يدير زيت العود والخماره والقمح يديرهم. صافي غادي نسرح هذه هكا قد ما سرحتوها راه مزيان. هذا العجينه تكون رطاب. صافي غادي ندير فوق هذاك الخليط. صافي وغادي نبقى بهذه الطريقه. غادي نجيب هذه هنا وندي هذه هنا لان انا بغيتها ملويه ما بغيتهاش مربعه.
صافي على هاد الطريقه هكا. غادي نزيد شويه من داك الخليط وصافي، وغادي ندير ليها هكا ما تزاحموش هذيك سميت هذيك اللويه. ضروري اللويه تكون كبيره على هذا الشكل صافي. وغادي نخليها حتى ترتاح، عاد غادي ندير ليها هاد اللعبه ديال هكا ما تبقى ترتاح هكا صافي. انا بديت في هذا الاخر كما قلت لكم، شو داك الزيت كي تيولي ديال التحميره راه صفيتو صافي. وغادي نبدا ندير غير هز هكا. تعطلتي؟ لا راه علي ما باغيش يصورني. ماما صافي غادي نسالي صافي هكا نسرحوها مزيان. العجينه راه عاطيه الطوع، راه رطبه. انا ندوق واخا عرفتي تتجي واحد الحشوه بنينه، تتجي فنه وصافي تتجي زوينه صافي. هكا عمروهم مزيان ماما على هذا الشكل. ها نوريو على المشاهدين صافي وحيد هكا. وهادي تنقلبوها على هادي، وهادي تنديروا المسمنه هاكا تنقلبوها على ظهرها باش هذيك الحشوه ما تسرقش لينا المسمن صافي هكا. وصافي هذيك الساعه غنبدا نقرص فيهم، غادي نوري لكم صافي. هنايا قرصت هادو في الطاوه، دهنتها بالزيت مزيان. شي طاوات انا مخليهم غير على حسب المسمن، ولا هكا الدجاج ولا الحوت ولا يعني هادو ما تنستعملهمش للحلوى. واحد الطاوه ديما خليوها هكا المسمن الحوت الدجاج تبقى ابار على الطاوات الاخرين صافي. ما تغلضوهمش بزاف وما ترققوهمش بزاف على هاد السمك صافي. راه ما تتقطع لا عجينه لا والو. هذيك الطريقه تنديرو ديال القليب صافي. انا هنايا باقي ليا جوج اخرين غادي ندخل هادو يطيبوا ونعاود الاخرين. وهاد الملويات تاعهم راهم طرخاو صافي. وهنا معكم صافي. من بعد ما طيبت تيجي على هذا الشكل. درت شويه كتير تيعجبنا مع هذا البرد. الملويات البنات تيجيو مقرملين، ما تخليوهش باش ما يقصحش، خليوه يجي رطب. ومع القمح ديال الدار راه تيجي رائع، تيجي فن، يجي بحال داك المشلتيت ديال المصريين صافي. وهادو ديال الفران، هاد المسمن ديال الفران راه تيجي رائع، والملوي راه تيجي فن. هادو معمرين وهادو خاويين. وخليتكم على خير وخليت لكم الراحه وبصحتكم وراحتكم.